أكيد في مرة قلت أو سمعت مصطلح مية البطيخ، بس تعالى لما أحكيلك قصته. مية البطيخ شعور بيحس بيه الناس التلقائية لما يكونوا وسط تجمع ويشاركوا برأيهم بمنتهى الصراحة، ويرجعوا البيت يحطوا دماغهم على المخدة ويناموا في سلام. بينتهي اليوم بالنسبة لهم على كده، لكن هو التحوير الكلام يومهم طويل قوي. أولا يبدأوا جلسات الترجمة بتصرف، والنوع ده من الترجمة معناه بالبلدي كده شوية التحابيش اللي بتتحط لزوم الحبكة. وبعد تحريف النص يبدأوا يرتبوه من الأعلى للأقل خطورة، ويركزوا في نبرة الصوت والتلميحات ولغة الجسد، حتى النوايا تخيلوا إن هم عارفينها. وهنا فعلا بتكون البداية الحقيقية، لما يخرج النص من الدرج وبمنتهى السرعة يوصل لكل من يهمه الأمر، ويصحى صاحبنا التلقائي من النوم يلاقي الدنيا مقلوبة عليه. لكن نظرا لأنه بيعاني من فرط في شعور مية البطيخ، بيقوم يعمل كوباية شاي